في جيل بنات جديد طالع كده، لا بتعرف تحب ولا بتعرف تتحب ولا عايزة رجالة أصلا في حياتها، ما بتطقهمش، بس كل اللي مضايقها إن هي بتبقى لوحدها. الجيل اللي أنا بكلمك عليه ده اتربى إن الرجالة دي إكسسوارات بتتلبس وقت اللزوم وبتتخلع وقت المزاج. جيل شايف إن الطاعة ذل والاحتواء ضعف والحياء ده تخلف، لكن شايف إن العري دي حرية، دي منتهى الحرية. البنت دلوقتي تسيب راجل محترم ووقور وابن ناس ومتدين وتروح لواحد معفن ما يعرفش حاجة لمجرد ان المعفن ده بيصورها ستوريهات، بيرفعها على السوشيال ميديا، بيعملوا فيديوهات ويرفعوها على التيك توك. شايف وصلنا لحد فين؟ اهو نفس الجيل ده بقى يا صاحبي اللي بيقول انا مخدمش راجل، تيجي تقولك انا مش خدامة وفي نفس الوقت تلاقيها في شغلها بتشيل شاي، بتشيل قهوة، بتعمل حاجات في المكتب، بتروح لمديرها تقول له تحت امرك يا فندم اللي انت عايزه. لكن جوزها لا، ده كخة، لا انا ده ما مخدموش، ده انا ما عملوش حاجة. ده فين؟ راح فين بالله عليكم؟ العقل ده راح فين؟ تلاقيها متعودة تقول الرجالة انقرضت، ولو بصيت على ماضيها تلاقيها هي السبب في انقراض معظم الرجالة اصلا. اهو البنات دي بقى بتقيس مستوى رجولة الراجل بكم الهدايا اللي شايلها، جايب لي هدايا قد ايه. بتقيس مستوى رجولته هو ماشي على الترند ولا مش ماشي، وما تعرفش ان الترند ولا يعرف يصونها ولا يعرف يحميها ولا يعرف يحافظ عليها. لكن اللي هيحافظ عليها ويحميها ويصونها بجد ويعرف قيمتها هو شخص ابن حلال، شخص محترم، شخص يعرف ربنا، مش ماشي ورا الترندات. على طول تبقى بتحاول تبين قد ايه ان هي قوية، ان هي جبل ما يتهزش، ان هي اندبندد وومن جدا. بس اول ما تقع تبقى بتدور على اي حضن، اول ما تقع تبقى بتدور على راجل فعلا، وللاسف ما بتلاقيش، لان هم اتعودوا عليها ان هي اسلوبها كده، طريقتها كده. هي بنت ملهاش لازمة، زي ما هي شايفة ان الرجالة ملهاش لازمة، انت كراجل او احنا كرجالة بنبقى شايفين ان هي ملهاش لازمة، هوا فراغ ملهاش لازمة. والجملة الاخيرة اللي على لسانها فين الرجالة؟ اقولك فين الرجالة؟ زهقت، الرجالة اتخنقت، الرجالة زهقت من المقارنات، من الاستنزاف، من عدم التقدير، من قلة الاحتواء، من ان هي مش لاقية البنت اللي هي الاصيلة، اللي هي اتربت صح، اللي هي متدينة، اللي طلعت من بيت سوي، عارفة يعني ايه زوج، عارفة يعني ايه حياة زوجية، عارفة يعني ايه علاقة، عارفة يعني ايه اهمية بيت، سكن، مسكن، عيلة، اسرة، حياة. لكن البنت اللي انا بحكي لك عنها دي ما تعرفش. انا في كلامي اقسم بالله ما قصدي اي حد، بس في كلامي انا اقصد البنت اللي انا قلتلك على مواصفاتها، اقصد البنت اللي بتحاول تبين ان هي عنصر قوي جدا ومش محتاجة الراجل. عارفين ان انت قوية جدا بس انت محتاجة لسكن، انت نص محتاجة لنصك التاني عشان تكملي، انت نص بيفكر بعاطفته، محتاجة النص اللي بيفكر بعقله عشان الحياة تبقى مستقرة. الفيديو ده مش عشانك، لا ده عشان البنت اللي شايفة ان الرجولة تحكم وان الانوثة عار، مش عشانك انت. سلام عليكم.